طبعا بالرغم من ازدياد السخط الشعبي وبالرغم من ازدياد المطالبات من قبل الشعب التواقة للحرية والتواقة للعيش المشترك والمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان، لجنة مناهضة العنف التي تدعي حقوق الإنسان اليوم وقفت موقف الساكن، موقف المتخاذل. لم تقدم شيء على هذا المستوى وعلى هذا المنظور، فقط لجنة اسمية بهذه الشكل، لأنها هي هذه اللجنة صنيعة الدول الرأسمالية والدول الاستعمارية. فاليوم هذه اللجنة كمجتمع دولي لم تقدم أي شيء. لذلك نحن هنا كأبناء هذه المنطقة وأبناء وشعوب شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي، وندين ونستنكر صمت هذه اللجنة الدولية التي تدعي نفسها المحافظة على حقوق الإنسان، والتي تدعي أيضا أنه لكل سجين له حق بالأمل بالحياة. فاليوم القائد عبد الله أوجلان جرد من جميع هذه الحقوق وجميع هذه الصفات بصمت رهيب ومريب من هذا المجتمع الدولي الذي يفتقد لجميع حقوق الإنسان ويفتقد إلى جميع المعايير الإنسانية والقيم الحميدة. فاليوم عبد الله أوجلان نعم اعتقل كجسد، ولكن كفكر القائد عبد الله أوجلان اليوم هو مستمد وينشر في جميع مناطقنا. فإحنا اليوم كشعوب شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر الصمت الدولي حيال ما يجري من ممارسات استبدادية وعزلة مفروضة على القائد عبد الله أوجلان. فحان اليوم وقت الحرية للقائد عبد الله أوجلان، وكي تكون هذه الحرية مطلقة يجب علينا نحن أن نكثف عملنا النضالي وأن نسعد من وتيرة العمل النضالي في سبيل إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، وأن نوصل صرخاتنا إلى جميع أحرار العالم. نطالب بوقف العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، لأن العزلة هو العزلة كجسد، ولكن كفكر هو منتشر على مستوى سوريا وعلى مستوى العالم والشعوب المتحررة. ونطالب بفك العزلة عن القائد عن القائد عبد الله أوجلان. العزلة المفروضة هي ليست على شخص القائد، بل هي على الفكر المتحرر، الفكر المتحرر ضد الفكر الظلامي والقوى الاستبدادية العالمية. أي سجين بالعالم لازم يكون محامي يزوره أو أهله أو أقاربه يكون في له زيارات، ما يكونوا بعزلة تامة. ولكن القوى الظلامية لا تريد انتشار هذا الفكر التحرري الذي نعيشه اليوم في شمال شرق سوريا. طبعا العزلة المفروضة حاليا على القائد عزلة مفروضة من دول عظمى، من دول العالم يلي إلها غايات باحتلال مناطقنا. اليوم الدول بشكل عام الدول الاستعمارية لما بدأت تحتل منطقة أكيد بدها تسيطر على الفكر يلي موجود بهاي المنطقة. فهاي الدول العظمى يلي هي مشاركة بعزلة القائد ومشاركة بسجن القائد تعرف انه القائد اذا يطلع ويعيش بيناتنا من المستحيل انهم يقدروا يسيطرون علينا. وحاليا طبعا حتى الان يعني حتى القائد هو طبعا بالسجن، بس بفكره وبفلسفته وبالافكار اللي هو ناشرها بيناتنا مستحيل هاي الدول تقدر تسيطر علينا. ونحن لنا حق الدفاع عن المشروع، دفاع عن قائدنا، دفاع عن ارضنا، دفاع عن ارضنا، هذا كله نحن لنا الحق فيه، مستعدين نقدم اي تضحية في سبيل هاي الامور.